السلام عليكم، اتفضل. الو. حياك الله. عليكم. انا ابو احمد من العراق، ابو الشيخ رامي. حياك الله ابو احمد اللي اعلن هدايته الاسبوع الماضي. الحمد لله، كيف حالك؟ حياك الله. ما رايك يا ابو احمد فيما كنا نحكي الان من كسر الضلع والامام لم يدافع عن زوجته وعصروها وادخلوا المسمار في صدرها؟ والله يا ابو احمد هذه خرافات. اي والله صدقت. انا عندي سؤال للشيعة. تفضل. الله سبحانه وتعالى يستحي من النبي محمد؟ النبي ايش؟ الله ايش؟ يعني الله لو كان اكو خطأ يستحي الله من النبي محمد؟ استغفر الله. لا، ما يستحي الله سبحانه وتعالى. يخبره ان الله حي ستير، يخبره الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لو كانت ام المؤمنين عائشة مخطئة، احسنت. يعني خير مثال زوجة نبي الله لوط ونبي الله نوح. نعم، ذكر بالقرآن. صدقت احسنت يا ابو احمد. والله اخونا ابو احمد رجل اقترب من 60 سنة ولسه اعلن هدايته ايها المشاهد الكريم الاسبوع الماضي معنا هو وزوجته واولاده بفضل الله. ودلوقتي بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن زوجتا لوط ونوح وبين انهم كفروا. طب لماذا لم يتحدث عن عائشة؟ هل الله كان بيستخدم التقية في دينكم يا شيعة؟ هل الله كان بيستخدم التقية؟ يعني الله سبحانه وتعالى يستخدم التقية؟ عياذا بالله. أعوذ بالله. والتقية هي الخوف عياذا بالله. هتنسبوا لله ذلك، لماذا لم يذكر الله؟ انت عارف بعض علماء الشيعة قالوا ايه؟ قالوا يا ابو احمد، قالوا ان الله لم يذكر علي بن ابي طالب في القرآن وامامته حتى لا يحرف الصحابة القرآن. شفت اتهموا ربنا وكأنه ليس بقادر عياذا بالله ان يحفظ هذا القرآن اللي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومع ذلك قالوا بأن القرآن محرف. يا شيخنا والله العلي العظيم، ألد أعداء أهل البيت هم الشيعة، ألد أعداء آل البيت هم الشيعة. الله يحفظك يا أبو أحمد من شرهم يا رب. الله يحفظك من شرهم. يكرهون، والله العلي العظيم يكرهون آل البيت ويكرهون القرآن ويكرهون الرسول، وما عندهم دين وما عندهم قربة إلى الله أبدا. جزاك الله خير يا أبو أحمد. يكفي هذا بالله عليك، لأني والله أخشى عليك لأنك الآن في العراق. أخشى. خلنا خدمك بشغلة بعد ثانية أبو الشيخ رامي. تفضل. يعني أولاد الإمام علي استشهدوا مع الحسين معركة كربلاء. نعم. أتحداهم إذا يذكرون أبو بكر ويذكرون عمر ويذكرون عثمان أولاد الإمام علي. أنت سمعتهم وأنت كنت شيعي؟ سمعت معمم بيبكي ويقول وقتل أبو بكر وعمر وعثمان في أبناء الإمام علي في كربلاء؟ سمعت معمم بيذكر ذلك في الحسينية؟ أتحداهم تحدي. الله أكبر. والله. الله يحفظك ويبارك فيك يا أبو أحمد، وشكرا لك على هذه المداخلة. الله يبارك فيك. شكرا لك على هذه. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نسأل الله يهديك. والله أيها الأكارم أنا بخاف وبحاول يعني أغلق عليه في الكلام لأني أخشى عليه، لأنه أعلن هدايته وقد يبحثوا عنه. ربنا يحفظك يا أبو أحمد يا رب. شفتم لسه مهتدي الأسبوع اللي فات وبكنا جميعا في الاستديو والجمهور اللي كان معنا، وأعلن هدايته هو وزوجته وأولاده، وأنا أخشى عليه والله، فنسأل أن يحفظ. شفتوا بقى لسه مهتدي ورجل اقترب من 60 سنة وشوف بيفكر بيقول لك طب ليه ربنا ذكر زوجات لوط ونوح ولم يذكر بل قال وأزواج أمهاتهم ويا نساء النبي لستن كأحد من النساء واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وآيات كثيرة في سورة الأحزاب تنزل في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان فيهم شيء كان بلغ الله في القرآن، كان أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في عائشة وحفصة. لكن لماذا؟ هل ربنا كان بيستخدم تقية في دينكم أيها الشيعة؟ لذلك شوف اما اهتدى يقول لك أكثر ناس بيكرهوا القرآن هم الاثني عشرية، أكثر ناس بيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم هم الاثني عشرية. الاثني عشرية ليست مشكلتهم مع الصحابة، لا 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 عزيزي المشاهد، مشكلة الاثني عشرية مع النبي محمد ومع القرآن الكريم، وليست مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طعنوا، وانت إن شاء الله يكون لقاء قريبا بإذن الله تبارك وتعالى، طعنوا في كل شيء، في القرآن والسنة وفي صحابة النبي وفي كل شيء. صلى الله أن يهديهم وأن يأخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.